بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلوات والسلام. أهلا بكم في قناتكم مناديزات. إذا في هذا الفيديو عندنا بزاف أخبار مهمة. السفير السعودي يحذر من الذباب الإماراتي والمغربي الذي يستهدف العلاقات بين السعودية والجزائر. أول حاجة تبعوا معنا هذا الفيديو. مثل هذه الحسابات اسمحوا لي ضيوفنا الأعزاء أن أشير إلى أمر لاحظته مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يقوم بعض الأشخاص ذوي المعرفات الوهمية المجهولة بنشر أخبار أو مواضيع مختلفة من أجل بث الفتنة والفرقة بين الشعبين السعودي والجزائري الشقيقين، وأنني أؤكد أن مثل هذه المحاولات البائسة لتأجيج الفتن أيا كانت جنسية أصحابها لا تعبر إطلاقا عن المشاعر الصادقة والراسخة بين السعوديين والجزائريين، فإنني على ثقة بأن نتجاهل مثل هذه الحسابات المشبوهة وتجنب الانجرار إلى متاهاتها سوف يكون من شأننا أن تبوء تلك الحسابات بالإخفاق والفشل، وستبقى العلاقات السعودية الجزائرية عصية على دعاة الفرقة والانقسام. الجزائر قادرة على مواجهة قال لك هنا هل الجزائر قادرة على مواجهة كيان السوس؟ قال لك على كيان سوس أن تصلي صلاة الشكر أنها بعيدة عن الجزائر. تابعوا معنا خوتي الجزائريين هذا الفيديو القصير مع بعضنا. اليوم الجزائر قادرة على مواجهة إسرائيل عسكريا. ربما أقول لك سرا على إسرائيل أن تصلي صلاة الشكر أنها بعيدة عن الجزائر، والذي رفع السماء بلا عمد. لو كانت الجزائر في الجوار الجغرافي الجيوسياسي لإسرائيل لأكلنا إسرائيل. تعرفين الإنسان الجزائري شديد وشرس في الحق، واسألي عن رجالات الجزائر، واسألي عما فعلته الجزائر للمقاومة الفلسطينية والمقاومات بشكل عام وعسكريا. نحن في مجال العسكر نبذل كل ما في وسعنا. نحن صرنا قوة إفريقية ضاربة، وصرنا قوة عسكرية ضاربة، ولدينا جيش قوي جدا، وعندنا ضباط وطنيون نشأوا على حب فلسطين ولا حب الوطن. نحن في الجزائر حتى عندما نتبارى في كرة القدم مع الفريق الفلسطيني ننهزم على الملعب، لأن الجزائر عندها عقيدة لا يجب للفلسطيني أن ينهزم، يجب أن ينتصر حتى ونحن نتبارى معه كرويا. إن تجرأت إسرائيل وتجرأ نتنياهو للمس بالجزائر، أولا التفكير في الدنو من الجزائر هذه غير واردة. نعم إسرائيل تنصح، قادتها الاستراتيجيون ينصحون بإنهاء الجزائر وإسقاط الجزائر كدولة ضد التطبيع لحد الآن، والرئيس الجزائري يتحدث مرارا عن أن التطبيع بعيد عنا، لا يمكن أن نطبع مع دولة دموية قاتلة. والله إذا فكروا في الدنو من الجزائر والله سوف يقتلون قتلا، حتى لا أقول أكثر من ذلك. والله سينتهون، يشهد الله. خوتنا الجزائريين من غباء بعض المرات لا يتكلمون عن الأزمات تاعهم، لكنهم يحسدون الجزائر على ارتفاع أسعار النفط والغاز، وهكذا يثبتون للعالم أجمع مدى الحسد تاعهم والحقد تاعهم على الجزائر. اللهم أكفنا شرورهم. تابعوا معنا خوتي الجزائريين هذا الفيديو. أسعد الله يومكم بكل خير. اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، في إطار انعكاسات هذه الحرب على منطقتنا شمال إفريقيا، كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد. بعد أن تم استهداف قطر، أعلنت قطر للطاقة أنها تعلق إنتاجها من الغاز المسال، كما أنه تم عرقلة الحركة عبر مضيق هرمز، وبالتالي بدأت أسعار النفط والغاز تزيد شيئا فشيئا، وصلنا إلى 25%. طبعا هناك من سيستفيد في منطقتنا، هناك الجزائر طبعا التي لديها عقود، ولكن كذلك تبيع بصفة حرة جزءا من الغاز
وجزء كذلك من النفط. قطعا ستكون هناك استفادة كلما طالت هذه الحرب، والمهم هو عدم لفت الانتباه وحسن التدبير. Je pense qu'il faut garder profil bas. إذا خوتنا جبنا لكم 3 أخبار مهمة جدا. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا لكم خوتنا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا ما تنسوا الجام واشتراك في القناة.